مفيش حد مننا ما بيتخنقش من وقفة الطوابير، بس تعرف ان لو الطوابير اتلغت في ناس هتزعل قوي. صامويل شاب امريكي كان شغال سيلز في شركة، وبسبب قلة مبيعاته اترفد من شغله. قعد فترة طويلة مش لاقي شغل ومعهوش فلوس. في يوم من الايام وهو ماشي قدام الستور بتاع شركة ابل لقى طابور كبير قوي. فضل مراقب الطابور ولقى ان مدته بالطول قوي. عرض على واحد من الناس اللي في الطابور ان هو يقف مكانه مقابل ان هو يدفع له $100. الراجل بسبب ان هو واقف فتره طويله قوي وافق على العرض ده واداله ال $100 وصامويل وقف مكانه. صامويل عجبته الحكايه وقرر ان هو كل يوم ينزل يدور على الطوابير عشان يقف مكان الناس مقابل فلوس بتدفع له. مره بيدفع له $10 ومره $25، المهم ان هو ياخد فلوس مقابل ان هو يقف مكان الناس في الطوابير. مع الوقت صامويل بقى بيكسب فلوس كويسه قوي من الموضوع ده واخد قرار ان هو ياسس شركه. الشركه دي بتعين ناس تقف مكانك في الطوابير، وعمل اعلاناته على كل مواقع التواصل الاجتماعي. تفتكروا بقى صامويل لو ما كانش اترفد من شغله كان ممكن يوصل للي هو وصل له النهارده؟ لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.